السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فاصوليا وفراخ. والنهاردة أنا بحب طبخ الكانون. كان النور طافي فطلعنا فوق زي كل مرة. ودينا قلنا نسلق الفاصوليا الأول. ودينا بحط الحطب كده ونسلقها كده. هنا بقى خلصنا وسلقناها، ما كمليش حاجة. الحاجة على الكانون بتطيب بسرعة. هنا بقى جينا بقى نسلق الفراخ برضه على الكانون. هنا اديناها تشويحة كده. مم. معلش انا كنت متلخبط اصلا بعد كده خرطنا عليهم بصلاية وطماطميتين. اديناهم تشويحة بيهم كده. مم. ايوه دينا شوحناهم كده. ايوه بيدوا طعم حلو للشوربة. بعد كده بعد كده نزلنا عليهم بمية كده سخنة وحطينا لهم التوابل. حطينا لهم ملح وفلفل اسود وورق جراولة ومرقة وتوابل فراخ. خلصنا فوق بقى، نزلنا من فوق لقينا شوية مواعين كده، قلنا نشطبهم علشان نعرف نطبخ. قلت اصبن بقى المواعين كده وخلص عشان الواحد يطبخ في هدوء. انا بقى بشطف المواعين وخلصت دينا. ودينا شطفنا المواعين وخلصناها. وما تنسوناش في اللايكات واشتراك. وادي يومنا ان شاء الله عدى هنا بعد ما خلصنا عاد المواعين ندخل على الطبيخ بقى. هنا بشرت بصلتين. وحطيت عليهم معلقتين سمنة والتوابل ملح وفلفل اسود وكزبرة. نحركهم كده شوية. وده حياتنا بكل بساطة. وهنا فصين توم كده مع حبيتين فلفل اسود. ما تنسوناش في اللايكات والاشتراك. وبعد كده نزلنا بالطماطم واسيبها تتسبك كده شوية. وبعد كده قلنا نعمل الرز. اه حطيت سمنة، معلقتين سمنة وطبق شعرية كده يحمروا شوية كده. بعد كده هنزل بالرز. مم. ما تنسونيش في اللايكات يا حبايب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم. يجعله يجعله شهر كريم على الناس كلها وخير على الناس كلها يا رب. فكيت بقى ونزلنا بالفاصوليا، نسيبها تتسبك شوية كده. قلبناها كده قلبتين وهنسيبها تتسبك مع الفاصوليا كده شوية. وبعد كده زودناها بالشوربة. هنا بقى هعمل ايش؟ كوباية لسان عصفور. كانت في شوربة زايدة فقلت بدل ما ارميهم وانا هعملهم لسان عصفور. عملنا بعد ما تفلفل كده شوية زودناه بالمية مغلية او ملح. بس كده. ها لسان عصفور اتحمر شوية. أنا كنت يعني بعمل الرز مع بعض وبعد كده لسان عصفور كله في وقت واحد. وكنت مرتبكة كده شوية. مم. وده زودت وحطيت له الملح. هنا كان الرز خلاص استوى. ها نحمر الفراخ. وادي لسان عصفور كده استوى.
استوى كده والرز طاب وكل حاجة طابت. هنا بقى ايه الفراخ بقى انا تبلتها، يعني بصلة وتوم وفلفل اسود وتوابل فراخ كده، وتبلتهم كده طماطم، وضربتهم كده في الخلاط وتبلتهم كده، وقلنا نحمرها بيبقى ايه طعمها حلو كده. ودي خلصنا كده الاكل وحطيناه، وما تنسونيش في اللايكات والاشتراك.